أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأجددها لضيفي وضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. نجدد لك التحية. أهلا وسهلا بك أهلا محمد والأخوة المشاهدين الكرام. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل مشاهدينا الكرام حول حديث غدير خم، وقلنا إن هناك خلاف ومشكلة حدثت على أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تشدد قليلا في ألا يستفيد المسلمين بعد حربهم في اليمن من إبل الصدقة ويلبسوا ثياب الصدقة، فحدث لغط. فبالتالي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الصحابة بعد انتهاء الحج تماما ومسلمين ومشوا 160 كيلو حتى يحلوا هذه الإشكالية. فلو كان الأمر أمر إمامة أو خلافة أو وصية كما يزعم الشيعة والدعوة لوقف النبي على جبل عرفة وكل الدنيا تحج خلف نبينا صلى الله عليه وسلم وقال هذا علي وصي وهذا علي خليفة بعدي وهذا علي مولاكم وغير ذلك، ولا يخشى النبي أحدا. وكانت قد نزلت الآية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك كما يزعمون. الشيخ خالد قبل الفاصل كان عنده تنبيه، تفضل يا شيخ. حفظك الله، أثرت مسألة المشكلة التي حصلت بين علي وبين الصحابة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال من كنت مولاه فعلي مولاه من باب يعني الصلح بينه وبين الصحابة الذين حصلت بينهم المشكلة، يعني لا تبغضوا عليا حبوه. هذا معنى الحديث خلاصته. ونحن لسنا الآن في مناقشة حديث الغدير يعني، لكن التنبيه جاء على الطريق يعني. التنبيه هو أن عبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب كتاب المراجعات أراد وكذب على الناس كذبة مهمة جدا نريد أن نبين لها الناس، وهو كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي. وهذا الكتاب زعم فيه أنه حصلت بينه مناظرة وبين شيخ الأزهر، وأنه هزم شيخ الأزهر في مراجعاته، وأن شيخ الأزهر ما استطاع أن يرد عليه. طب الكتاب ما جاش على الشاشة يا اخوان؟ نعم. كتاب المراجعات لسه كفر ما جاش، سيبه شيخنا. شكرا، تفضل يا شيخ. نعم، كتاب المراجعات. طيب، يقول أن القرينة التي تصرف مولى إلى الحاكم وإلى الأمير دون الحبيب الذي نقوله، قال طيب، وأما القرينة التي زعموها يعني نحن يجيب علينا فجزاف وتضليل ولا باق في التخريط والتهويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن مرتين، والأولى كانت سنة 8 وفيها أرجف المرجفون وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعهم إلى المدينة فأنكر ذلك عليهم حتى أبصروا الغضب في وجهه فلم يعودوا لمثلها. والثانية كانت سنة 10 يعني في حجة الوداع، وفيها عقد النبي له اللواء وعممه صلى الله عليه وسلم بيده وقال له امضي ولا تلتفت، فمضى لوجهه راشدا مهديا حتى أنفذ أمر النبي ووافاه في حجة الوداع. وقد أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشركه صلى الله عليه وسلم بهديه. وفي تلك المرة يعني الثانية يعني حجة الوداع لم يرجف به مرجف ولا تحامل عليه بحيف، فكيف يمكن أن يكون الحديث مسببا عما قاله المعترضون؟ يعني يقول الناس أنه ما في مشكلة يوم حجة الوداع، إنما المشكلة كانت في العام 8. هذا الرجل من أكذب الملبسين في الأرض، مسيلمة الكذاب. نريد أن نعرفكم. أنا لن أرد عليه من كتاب سني، بل من كتاب شيعي ومن أوثق الكتب الشيعة، وهو كتاب الإرشاد للمفيد. طب نشوف الكفر بتاعه. نعم. فضل. كتاب الإرشاد المفيد، وهو يتحدث عن حجة الوداع. قال ثم يعني الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم غزواته سيرته، قال ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجه للحج. متى هذا؟ في العام 8 ولا العاشر. وكاتب أمير المؤمنين بالتوجه إلى الحج من اليمن، ولم يذكر له نوع الحج الذي قد عزم عليه. قال فلما قرب رسول الله مكة من طريق المدينة، يعني قال فودعه أمير المؤمنين وعاد إلى جيشه، يعني أنه التقى به في مكة ثم رجع إلى الحج. نعم. ثم رجع إلى الجيش يلقاهم إلى خارج مكة. فودعه أمير المؤمنين وعاد إلى جيشه فلقيهم عن قرب فوجدهم قد لبسوا الحلل التي كانت معهم فأنكر ذلك عليهم وقال الذي كان قد استخلف فيهم ويلك ما دعاك إلى أن تعطيهم الحلل من قبل أن ندفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم أكن أذنت لك في ذلك. فقال سألوني أن يتجملوا بها ويحرموا فيها ثم يردونها علي، فانتزعها أمير المؤمنين عليه السلام من القوم وشدها في الأعدال فأضغنوا لذلك عليه. يعني إذن في مشكلة. متى كانت؟ يوم حجة الوداع. العام 10 للهجرة. جيد. فلما دخلوا مكة كثرت شكاياتهم من أمير المؤمنين
ثم ذكر حديث الغدير وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصب أمير المؤمنين. من نصدق الآن، المفيد الذي يقول أن المشكلة شيخ الطائفة شيخ ولا الكذاب عبد الحسين؟ هذا الشيخ المفيد ينص على أن المشكلة كانت في حجة الوداع. أما هذا صاحبنا يقول لا، العام الثامن، في العام الثامن، أما في حجة الوداع ليس هناك مشكلة وليس هناك قضية. طيب. هذا من نكمل يعني التناقض في عدد من حضروا غدير خم. نعم. قلت أنهم اختلفوا في هذا العدد يعني. ليس اختلافا سهلا، لكن المشاهد سيعرف هذا بنفسه. تقول الرواية عنه في إثبات الهدى، في إثبات الهدى المجلد الثالث. يقول وعن علي عليه السلام أنه كتب إلى معاوية في كتاب طويل يذكر فيه جملة من فضائله والنصوص عليه. قال وأعظم من ذلك كله أن النبي الله عليه السلام جمع 80 رجلا، 40 من العرب و40 من العجم، فسلموا عليه بإمرة المؤمنين. كم عدد الآن الذين كانوا في الغدير؟ 80. هذا حديث الغدير بنص هذه الرواية تقول أن عددهم 80 رجل. نأتي إلى رواية أخرى في المجلد نفسه صفحة 300، في صفحة 178 تقول الرواية. طيب، تقول الرواية، انظروا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، الفرق بين الأول كم كان عدده؟ 80 رجل، 40 من العرب و40 من العجم. نعم. قال وحدثنا أبو القاسم العلوي معنعنا عن عمار عن أبي ذر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا يوم غدير خم 1300 رجل. طيب، من 80 إلى 1300. نأتي الآن إلى عدد آخر في نفس الكتاب إثبات الهداة المجلد الثالث صفحة 142. تقول الرواية في صفحة 142، انظر. قال وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنه حضر العيد، وفي تفسير العياشي الغدير أنه حضر العيد 12,000 رجل، ما شاء الله. والغدير أيضا في التفسير العياشي يقول الغدير وهو يصرح بذلك في المجلد الأول 358. ننظرها حتى نؤكد للأخوة المشاهدون الكرام على أن المقصود بها الغدير دون غيرها. نعم. تقول الرواية، تقول هذا في تفسير العياشي. ثم قال هذا تفسير العياشي المجلد الأول عرضنا. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لقد حضر الغدير 12,000. لقد حضر الغدير 12,000. سبحان الله. إذن أول 80، رواية ثانية 1300 هنا إيش؟ وبعدين 10,000 وبعد كده 13,000 ولا هنا 12,000. 12,000. هل قد وصلنا عند 10,000 ولا ما قرأنا؟ لا، ما قرأناها. طيب، في رواية غير هذه وهي 361 في العياشي برضه، في تفسير العياشي. يقول تفسير العياشي وإثبات الهداة نفسه. تقول عن عمر بن يزيد قال أبو عبد الله ابتداء منه العجب يا أبا حفص لما لقي علي بن أبي طالب إنه كان له 10,000 شاهد. قال لم يقدر على أخذ حقه، والرجل يأخذ حقه بشاهدين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا ومعه 5,000. شوف على كذب، ما يعرفون حتى كم العدد اللي مع النبي. خرج إلى مكة حاجا ومعه 5,000، ورجع من مكة وقد شيعوا 5,000 من أهل مكة. يعني النبي أتى من المدينة إلى مكة معه 5,000 فقط، زاد إليهم 5,000 من مكة رجعوا معه إلى غدير خم، المجموع 10,000. تمام. يعني يبقى عندنا 80 و1300 و10,000 و12,000 و12,000. طيب سنأتي برواية أخرى على أنهم أكثر من ذلك، وهو 60,000. 60,000 في إثبات الهداة صفحة 282. تقول هذه الرواية ثم ذكر الحديث الطويل. قال ثم ذكر جملة، هذا في إثبات الهداة المجلد الثالث صفحة 282. قال ثم ذكر جملة ممن رواه عن الشيعة. قال وقد روي أن يوم الغدير شهد لعلي فيه 60,000. لاحظ الآن 80 1300 10,000 12,000 60,000. طيب، رواية أخرى أنهم 70,000 أنهم 70,000 صفحة 307 في إثبات الهداة. 307 فيها تبيين لهذا الأمر، كم عدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في غدير خم. طيب،
أيضا صفحة 118. طيب خلاص شيخنا، يبقى نكمل باقي الروايات بعد إذنك. نعم. نكمل بقية وخلاص، من الكتب ثابتة يعني لديهم يعني. نكملها سريعا. يبقى احنا قلنا ايه؟ عندنا 70,000 في إثبات الهدى، صفحة المجلد الثالث صفحة 307. عندنا العدد السابع 86,000. هذه الرواية. هذه الرواية يقول فيها عن أبي جعفر محمد بن علي قال: وبلغ من الحج مع رسول الله من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب 70,000 إنسان. 70,000 إنسان. نكمل باقي التناقض مشاهدينا الكرام في العدد السابع أيضا 86,000 في كتاب إثبات الهدى المجلد الثالث صفحة 282. رواية قالت: وقد روي أن يوم الغدير شهد لعلي 60,000 وقيل 86. أما العدد الثامن 120,000 في كتاب إثبات الهدى المجلد الثالث صفحة 257 قال: ومن كتاب مرآة الزمان لسبط بن الجوزي شيخ السنة قال: اتفق علماء السير أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في 18 من ذي الحجة. جمع الصحابة وكانوا 120,000. هذه الصفحة وهذا موجود. نعم خلاص. نعم. التاريخ التاسع، نوصل للتاريخ التاسع شيخنا، تفضل. التاريخ في التاسع تناقض الإمامة يعني في إثبات الإمامة. هذا التاريخ يعني متى كانت الوصية؟ نعم. يوم مرضه يعني صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. لما نقول أن الوصية كانت يوم المرض، ماذا يدل هذا؟ طب أيهما المتقدم؟ مرض النبي عليه الصلاة والسلام، مرض الوفاة، أو يوم غدير خم؟ أيهما قبل؟ المفروض غدير خم. طيب جميل. فلما تأتينا روايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مرضه لم يكن يدري من هو الوصي، ماذا يعني؟ يعني هدم ما قبله من روايات، هدم حديث الغدير مطلقا. نأتي إلى الرواية في إثبات الهدى صفحة 48. 48 تقول هذه الرواية وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه لم يكن يعلم من هو الوصي بعد ذلك، أو الصحابة إن لم نقول النبي، الصحابة لم يكونوا يعلمون. هذا الحديث عن زيد بن حارثة عن عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد وجعه فأحببت الخلوة به، وكان عنده علي بن أبي طالب والفضل بن العباس، فجلست حتى نهض الفضل وبقيت أنا وعلي، فتبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت، فقال: يا عمر جئت لتسألني إلى من يصير هذا الأمر بعدي؟ فقلت: صدقت يا رسول الله. هنا السؤال: نعم. إذا كان عمر بن الخطاب قد بايع يوم غدير خم، هل يأتي ويجلس جلسة سرية ما في أحد ثالث إلا النبي وعمر والفضل بن عباس؟ فلما خرج الفضل جلس مع النبي مباشرة. وعمر بالذات، لأن عمر قالوا كذبوا عليه وقالوا: قال بخ يا ابن أبي طالب. النبي في مرض موته لما اشتد وجعه، قال هنا لما اشتد وجعه، عمر بن الخطاب يدخل على النبي يقول له: من وصيك يا رسول الله؟ ما يقول له: أنت خلاص يا عمر بايعت. نعم. يا سبحان الله. ده مش بايع بس، انا بقول لحضرتك حطوا في حديث غدير خم لما قالوا ان عمر قال: وبخ يا ابن ابي طالب اصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنه. نعم. في روايه اخرى في ابي، هذا عمر، روايه عن ابي بكر وعمر ايضا انهما لم يعرفان في مرض النبي عليه الصلاه والسلام من الوصي، في اثبات الهداة صفحه 156. تقول هذه الروايه فيها بيان. طيب هذه الرواية عن أم سلمة أنها قالت لعائشة لما أرادت الخروج يعني إلى البصرة، قالت لها أم سلمة: أتذكرين يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبوك الذي هو أبو بكر يستأذن فدخلت الخدر، ثم جاء أبي يستأذن فدخلت الخدر، فقال: يا رسول الله ما قدر مقامك فينا، يعني كم ستبقى؟ فلو جعلت لنا إنسانا نأتيه بعدك. فقال: أما إني أعرف مكانه وأعلم موضعه، ولو أخبرتكم به لتفرقتم عنه. يعني الآن في مرض النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا يعرف أبو بكر وعمر من هو الوصي. كذلك رواية ثالثة، نختصر الروايات إذا كان الوقت نعم نختصر الروايات. نأتي إلى إثبات الهداة في صفحة 106 وهي أوضح من الكل في هذا الموضوع. الرواية الخامسة. نعم، يعني هناك رواية رابعة وثالثة، الثالثة ورابعة وخامسة إلى الخامسة. نعم تفضل. عن ابن مسعود وهي أوضح من الروايات جميعا. طيب هذه الرواية عن ابن مسعود، وأنا أريد الإخوة المشاهدون الكرام يركزوا معنا في هذا. عن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود،
نعيت إلي نفسي. ما معنى نعيت إلي نفسي؟ يعني عرفت أني سألقى ربي خلاص. فقلت استخلف يا رسول الله، استخلف، ضع لك خليفة. فقال من؟ سؤال النبي يسأل ابن مسعود من؟ إذا المسألة لو يقينية ويعني محسومة من السماء بنص قرآني ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفهم خلق الله لكتاب الله هذا السؤال. جيد، يسأل ابن مسعود من ترى ابن مسعود؟ تمام. من؟ قلت أبا بكر. فأعرض عني، ثم قال يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. فقلت استخلف. فقال من؟ قلت عمر. فأعرض عني، ثم قال يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي. فقلت استخلف. قال من؟ قلت عليا. قال أما إنهم إن أطاعوه دخلوا الجنة أجمعون أكتعون. هذه الرواية تقضي على حديث الغدير، تقضي على كل المكاذيب اللي قبل كده. جيد. هذه الرواية وغيرها من الروايات التي معنا تدل على أن هذه الروايات التي كذبوها في الوصية النبي في مرضه وفي مرض موته لم يكن يعلم من هو الوصي. يقول من يا ابن مسعود؟ استاذنك ناخذ تليفونات الشباب الكرام، يعني تواصلوا معنا عبر الهواتف التي يعني تجدون على الشاشة تباعا بإذن الله تعالى. ويعني نرجو من يعني معممي ومراجع الشيعة، يعني أصحاب العمائم السوداء وأصحاب العمائم البيضاء الذين حصلوا على درجة الاجتهاد أن يردوا على هذا الكلام. ربما يستبصر أحدنا، ربما يكون من أهل السنة والجماعة من يريد أن يستبصر إذا ما حددوا لنا أي تواريخ عرف فيها أن عليا رضي الله عنه وأرضاه إمام، ومتى أخبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بإمامة ووصية وخلافة علي وباقي الأئمة الذين يقولون إن هناك وصية مكتوبة فيها من علي إلى 12 ومسجلة وموثقة في كتب القوم. تواصلوا معنا عبر الهواتف مشاهدينا الكرام، ونرجو أن يتواصل معنا من معمم ومراجع الشيعة أو من عوامهم المساكين من يريد التواصل. تفضل يا شيخ. وهنا رواية أيضا قريبة من تلك الرواية التي أشرنا إليها في حديث ابن مسعود في إثبات الهداة، المجلد الثاني. نعم. المجلد الثاني صفحة 10. تقول هذه الرواية عن أحمد بن محمد بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله قال إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتابا قبل وفاته فقال يا محمد هذه وصيتك إلى النجب من أهلك. فقال وما النجب يا جبرائيل؟ فقال علي بن أبي طالب وولده. يعني شيء عجيب. طب ناخذ فهد من الرياض. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله. حياكم الله. حياكم الله. حبيبنا بالنسبة للرافضة أنا حبيت أول شيء أحييك وأحيي الشيخ خالد أبو فاضل. حياك الله أخي، تفضل. الله يجزاكم الجنة. حبيبنا بالنسبة الآن لأركان الإسلام معروف أنها 5 أركان صحيح؟ نعم. نعم بلا شك ولا ريب. طيب لو جينا للشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. الرافضة يخالفون هذا، فركوعهم وسجودهم لغير الله عز وجل. نعم. وإذا جينا للشطر الآخر وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يشهدون أن محمد رسول الله وهم يطعنون بكل ألو؟ تفضل نسمعك. تفضل يا أخي فهد. تفضل. بكل ما يحيط برسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يطعنون بالرسالة وبزوجاته وبأصحابه. ألو؟ معي يا أخوي؟ أسمعك. نعم تفضل أخي. لأن في مشكلة في الصوت عندي. أكمل في فكرتك. تفضل يا فهد. طيب الركن الثالث إيتاء الزكاة، فالرافضة لا يأتون الزكاة ولكن يخرجون الخمس للمعممين. نعم. نعم. الأمر الرابع صيام رمضان. فإذا أعلن في بلاد المسلمين عن الصيام لا يصومون مع المسلمين، يتخلفون. نعم. وكذلك الفطر. وأما الحج فحدث ولا حرج. فإن يعني عندهم من ينسبون إلى الروايات إلى جعفر الصادق وغيره أن عندهم من الفضل الحج أفضل من زيارة الكعبة. طيب نعم. ماذا تريد أن تقول؟ يعني الشاهد على ذلك يا أخي فهد. تفضل. الشاهد على هذا أنهم مخالفين أركان الإسلام كلها، فهم كفرة يا أخي خارجيين نهائيا. طيب يعني شكرا أخونا فهد من الرياض. ويعني لا نعمم القاعدة،
يعني حتى تلتقي بالشخص، يعني التكفير لا يكون إلا بالمعاينة بالشخص نفسه ويقر أمامك ويعني يقر. معنا أم محمود من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت، أنا أخت مدرسة في مدرسة إعدادي ومعاها زميل لها مدرس، فحكى لها موضوع، قال لها ان انا جاي لي كتب من الاردن يعني عرفتني ان التاريخ اللي احنا بندرسه كله غلط، وكانوا بيدرسوا لنا تاريخ غلط. فقالت له ايوه التاريخ على حسب المؤرخ يعني. فقال لها ده انا لو قلت الكلام ده لاولياء الامور او كده هيقولوا ان انا مجنون ملحد. فقالت له هو ايه الكلام؟ قال لها ان مين اللي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار؟ قالت له سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. قال لها لا، ده الدليل اللي كان معاه هو صاحبه في الغار، وابو بكر ده ملوش يعني شخصيه وهميه. نعم. وبيطعن في عمر كمان، بيقول لها ان هو، قالت له كان عدى حد يعني، وان هو كان انسان يعني ضعيف، وان هو ما اسلمش جهارا او كده يعني، ما جهرش باسلامه لانه كان انسان ضعيف وكده. وبيمحوا بقى ايه، خلاص يعني احنا محينا ابو بكر، يعني محينا السيده عائشه، يعني محينا الاحاديث اللي بترويها السيده عائشه، والكتب جايه له من الاردن. انا ما اعرفش ايه مصدر الكتب ديت. انا خفت والله، انا عندي ولادي فخفت يعني، وولادي في مدرسه. اختنا ام محمود، بعد اذنك سيبي رقمك في الكنترول عشان نعرف هذا المدرس ونبلغ عنه الاجهزه الامنيه، وايضا يعني نعرف من اوصل له هذه الكتب ونجيب الشبكه العنكبوتيه السرطانيه دي. ارجوكي اتركي يعني رقمك، يعني اذا سمحتي. عندنا احنا ائتلاف المسلمين يعني الدفاع عن الصحب والآل رضوان الله عليهم اجمعين يقوم بهذا العمل. شكرا ام محمود. احمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرتك محمد؟ اتفضل الله يكرمك. ماشي. ليا تعقيب بسيط استاذ محمد حاجه. اتمنى من حضرتك ان انت تسامحني، لان فعلا انا كنت يعني كنت راح بكره حضرتك كره. انا اسف جدا على اللفظ يعني، بس انا كنت بكره حضرتك كره. دلوقتي انا نفسي ابوس جزمه حضرتك والله. العفو يا سيدنا، العفو يا سيدنا، العفو يا سيدنا، اتفضل. والله ربنا اللي يعلم يعني، بجد اني احبك في الله، وكلام من الشيخ خالد. الله يكرمك. والله انا بجد انا اتمنى من حضرتك انت تسامحني من الموضوع اللي كنت. طب انت كنت بتكرهني ليه يا احمد؟ معلش. نعم يا فندم. كنت بتكرهني ليه؟ مش لازم خلاص يعني. كنت شيعي يعني خلاص. طيب ماشي يا اخي، يعني بارك الله فيك. ادعي لي، طيب ادعي لي بالاخلاص. الله يكرمك. الله يخليك. الله يجزاك. بجد انا لسه اوصل على كلمتك وبسها والله. اشكرك. الله يكرمك يا اخي، الله يكرمك، الله يكرمك، يعني انت تاج راسي يعني. احمد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. كيف حالك اخوي محمد؟ بخير الحمد لله. اتفضل. حبيت اسلم على الشيخ خالد. حياك الله اخي، تفضل. بس انا عندي سؤال. يقولون عن عمر وابو بكر انهم مؤمنين منافقين. كيف؟ الشيعة تفضل. يعني اذا كانوا مؤمنين يعتبروا منافقين، صح ولا لا؟ كيف ما فهمت السؤال. الشيعة يقولون ابو بكر ليسوا مؤمنين. ايه تفضل. هو بيقول ان الامام ابو بكر والامام عمر الشعب بيقولوا ان هم يعني مسلمين بس منافقين. ده انا فاهم جميل جدا. عشان طب هاخد احمد من لبنان عشان ما يبقى فاهم. احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير. اتفضل. اتفضل يا اخي، انت معنا على الهواء. اتفضل. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله. تفضل اخي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا اريد خدمة من الشيخ من فضلك. تفضل اخي. اتفضل، هاتي ما عندك. اتفضل. شيخ اريد ان تنصح الاخوة السلفيون في لبنان ان يجتمعوا على كلمة، وان المشايخ في لبنان ان يجتمعوا وضد هؤلاء الرافضة من فضلك شيخ، لان الان المشايخ لاهل السنة والجماعة في لبنان متفرقون، وهم دائما يعني يهتمون بالسياسة. واريد منك شيخ من فضلك ان يعني تنصح الشباب لبنان من اهل السنة والمشايخ ان يجتمعوا ضد هؤلاء الرافضة من فضلك شيخ. شكرا اخي احمد من لبنان. حفظ الله لبنان من شر وكيد هذا السرطان. عبد الله من السعوديه. السلام عليكم. عبد الله اخفض صوت التلفزيون لتسمعنا اسرع. اتفضل.
طيب انقطع الاتصال. عموما ناخد ردود يعني. اولا نبدا بالنصيحه لاهل السنه في لبنان، خاصه ان في مشاكل في طرابلس في الشمال اللبناني من قبل بين السنه والنصيريه، وطبعا حسن نصر الله يعني معروف يعني. اتفضل. يجب على أهل السنة أن يكون لهم قيادة واستشارة في الأمور ونظر في المصالح والمفاسد، وأن يدافعوا عن أنفسهم إذا استوجب الأمر، وأن يعني يكونوا جاهزين مسلحين. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. لكن أيضا يكون لهم قيادة ومرجعية وعدم التشتت والاستشارة أهل الخبرة في ذلك الموضوع، وعدم الاصطدام مع الغير. وأنا أعرف أن هم عدائيون الذين هم حزب الله والنصيريون وغير ذلك، لكن أيضا أن نعرف المستجدات الدولية في إطار المستجدات الدولية. هو الشيخ أخونا أحمد بيقول لك إن هم مختلفين، فممكن يكون طيار 14 أذار واخد شوية، مش عارف الميقاتي واخد شوية، ما عارف اللي هم أهل السنة يعني. فاحنا عايزين أهل السنة في لبنان، سواء كانوا سلفية، سواء كانوا أنصار السنة، سواء كانوا دعوة، أيا كانت المسميات عندهم، واخد بال حضرتك، يعني يجتمعوا جميعا. إخوان مثلا، عندهم إخوان في لبنان برضو. أخونا أحمد يقصد أنك تدعو هذه التيارات كلها السنية، وأنا أوافق على ما دعا إليه، وأني أدعو السلفيين في العالم كله أن يكون لهم قيادة ومرجعية ويتصرفوا بأنات وحكمة، يعني بثبات وأيضا بأنات وحكمة حتى لا يستغلها الغير في أمور أخرى. ناخذ أبو عبد الله من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله بخير. اتفضل. ازيك يا عم الشيخ خالد؟ حياك الله أخي، أهلا وسهلا. تفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك. بقول لحضرتك بالنسبة لغدير خم، سامعني حضرتك؟ نسمعك. اتفضل. نسمعك جيدا. بالنسبة لغدير خم، مش كان أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في حجة الوداع اللي بين الحرام والحلال والدم والربا وكل حاجة؟ كان كل الجزيرة العربية مجتمعة واليمن مجتمع وكل المسلمين مجتمعين. نعم. نعم. كان أظهر ديت في حجة الوداع، بدل ما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يبدلوا، كان هيجي بتوع اليمن، هيجي بتوع الجزيرة العربية يقولوا لهم لا، ده النبي وصف حجة الوداع سيدنا علي. بدل ما هو يروح في غدير خم ويجيب بتوع المدينة ويجيب الأنصار بس ويقول لهم لا، ده كان قال لكل المسلمين ال 120,000 اللي حضروا مع سيدنا النبي في حجة الوداع. صدقت. وصلت الفكرة أخونا أبو عبد الله من مصر، ويعني أكدنا على هذا في الحلقة، إن لو كان الأمر أمر خلافة وولاية ووصية، ويعني هذا الأمر الجلل لدى في دين الشيعة، كان رسول الأفضل على جبل عرفة والأمة مجتمعة كلها. تفضل شيخنا نعلق. يعني عندنا أخونا فهد من السعودية بيقول لك إنهم هدموا الدين كله، يعني لا بيصوموا صيامنا ولا بيحجوا حجنا، يعني هم بيحجوا للحسينيات. بيقول لك من زار الحسين يوم عرفة كتبت له 1000 حجة و1000 زي ما بنسمعه في صفا عندنا يعني. مش عايز أقلد هؤلاء الزنادقة يعني. سأجيب أيضا على أم محمود من مصر سريعا. أولا أنها قضية المدرسة التي تقول أن غيروا التاريخ، حقيقة هم الذين يريدون أن يزوروا التاريخ الشيعة. قضية أبو بكر هل كان مع النبي في الغار أم لا؟ أنا أنصح كل شيعي بدل أن يذهب يقرأ كتب مزورة تريد أن تمسح فضيلة اتفق عليها السنة والشيعة أن أبا بكر وصاحب النبي في الغار، أن يقرأ كتاب الميزان للطبطبائي فيقول وأن أبا بكر في الغار من المقطوع المسلم به بين الطائفتين. هذه أمور قطعية لا تقبل النقاش. كتاب الميزان للطبطبائي ينص على هذا، على أن الذي كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وأكثر من 30 كتاب شيعي من المراجع الكبار بيقول أن أبو بكر كان هو يعني. النص على ذلك لا جدال يعني، ما تقبل التشكيك هذه المسألة. نعم. أيضا مسألة الأخ أحمد من السعودية، لأن هذا جوابه طويل سأخره شيء. تفضل. يقول مثلا أبو بكر وعمر هل هو مؤمنان أم منافقا؟ سأذكر شيء مهم جدا. الشيعة عندما يريدون أن يعيبوا على أبي بكر وعمر ماذا يفعلون؟ يستدلون بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويقولون هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر. ممتاز جدا. يعني أبو بكر وعمر مؤمنان بنص الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كيف يخاطب الله عز وجل أبا بكر وعمر بنص يا أيها الذين آمنوا؟ والشيعة يقولوا أنهم منافقون. هم يريدون أن يأخذوا ذيل مؤخرة الآية لذم أبي بكر وعمر، ثم يتناسون ويتغاضون ويهملون مقدمة الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. إذا خاطبهم بلفظ الإيمان. نعم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا من أجل أن لا تحبط، ما قالش فقد حبطت، هناك فرق بين أن حبطت وأن لا تحبط. نعم. إذا هنا
المسألة أن الآية نصت هذه، يعني نحن نحتاج أن نخير الشيعة بين أمرين. نقول لهم هل هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر أم لم تكن نزلت فيهما؟ فإن كانت هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر من أجل يريدون المؤخرة الآية، إذن شهدت لهم هذه الآية بإيش؟ بالإيمان. طيب شيخنا، انتهت الحلقة، آسف لمقاطعتك، يعني وأخونا فهد من السعودية هدموا كل الدين، يعني التوحيد جعلوا مع الله إمام، يعني بدل ما يقولوا لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ثم علي أو وعلي، بل بعد ذلك تطاولوا وقالوا إن علي يعرف ما كان وما يكون وكل الأئمة طبعا. فهم بدل من أن يكفروا جهرة فيعني ويلهوا التوحيد مباشرة، جعلوا مع الإمام مع الله إمام مساوي له في كل شيء، هذا الإمام يؤدي وظائف الله. بالنسبة للصلاة بياخدوا القاعدة خالفوا العامة فإن في مخالفة العامة الرشاد، في حديث كذبوا به على الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه. حتى الصلاة فيها لعب عندهم، يعني يعني في حديث لو مرت جارية وأنت تصلي ممكن تضمها إليك، هذا لعب في الصلاة. والصيام يعني لو احنا العيد النهارده لازم يعملوه تاني يوم، لو بنصوم النهارده لازم نصوم، وحتى ما عندهمش صيام. احنا شفنا على الانترنت على شاشة صفا الراجل اللي قال له ايه ممكن في بغداد، قال له الصيام حر، قال له ممكن تسافر 25 كيلو تفطر وتيجي، يعني انا لو في بغداد وعايز اروح المحمودية 30 كيلو اروح طالع من بغداد على المحمودية افطر في المحمودية وارجع، يبقى كده ايه انا مسافر. هكذا يفتون لهم يعني. والحج طبعا يحجون إلى الحسينيات فأنهوا كل شعائر الدين وسيدخلون الجنة بالحب كما يقال. مشاهدي الكرام، انتهت الحلقة. في نهايتها أشكر ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك. شكرا جزيلا لك والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة، ويعني أشكر أخي يعني أحمد من مصر الذي تأسف لي، وأقول له إن حذاءك هو الذي على رأسي، وإنا نقدم دعوة إلى الله تعالى لا نبتغي يعني جزاء من أحد ولا شكورا، إنما فقط نقدم سواء للسنة لأننا نريد تحصين السني حتى يأتينا الشيعي مجانا، وأيضا لكي يستفيد مما نقدم الشيعي. نرجو أن يكون ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن نكون خيرا مما تظن الأمة كلها. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.